فرق الجهد وجهد الاختزال، وعرفنا ده كله الحلقة اللي فاتت، وعرفنا مكونات البطارية. جبنا معدنين ووصلنا بينهم بسلك، والإلكترونات اتحركت بفعل فرق الجهد اللي متخزن في صورة شغل في المجال الكهربي الناتج عن تفاعل مجالات المعدنين، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل في حلقات فرق الجهد. المهم بقى، ايه لازمة الإلكتروليت بتاع البطارية؟ خلينا نعمل بطارية الأول من غير إلكتروليت ونشوف ايه اللي هيحصل. ادي قطبين وسلك، اول ما نوصلهم نتيجة لفرق الجهد الالكترونات هتتحرك. هينتج تيار، ولكنه تيار لحظي سرعان ما يتوقف التيار والتفاعل بين المعدنين في اقل من لحظة. ليه؟ ايه اللي هيحصل؟ الزنك معدن نشط عايز يفقد الالكترونات ويستقر، صح؟ الالكترونات هتروح للنحاس اللي عايز يكتسب علشان يستقر. كده الدنيا تمام. الزنك ذراته بتفقد الكترونات، صح؟ بتتحول لايون موجب. يحصل ايه؟ الالكترونات تطلع تمشي في السلك، ذرات الزنك اللي بقت ايونات موجبة مش لاقية مكان تروحه، فهتترسب ايونات الزنك الموجبة على سطح معدن الزنك، ويتشحن سطح المعدن كله ايونات موجبة. لما سطح المعدن يتشحن يقف التفاعل تماما والتيار، وكل ده في غضون اقل من ثانية. ليه بقى؟ لما قطب الزنك يبقى سطحه مشحون موجب يقف التفاعل، لانه لما يتشحن هيمنع خروج اي الكترونات من القطب، وبالتالي هيقف التفاعل لان مفيش الكترونات بتطلع ولا في تفاعل بين الاقطاب. طب ليه؟ لان الايونات الموجبة ليها مجال كهربي موجب، بيعمل ايه؟ بيجذب الالكترونات اللي عايزة تخرج من القطب ويمنعها من الخروج، نتيجة لقوة التجاذب بين مجال الايونات الموجبة والالكترونات السالبة. بيحصل تجاذب بين الايونات الموجبة اللي على سطح المعدن والالكترونات اللي داخل ذرات المعدن، فما بتطلعش الالكترونات لان الايونات جذباها. طب والنحاس؟ راح عنده الالكترونات في الاول خالص قبل ما يقف التفاعل، بقى سطحه سالب الشحنة، صح؟ اتراكم على سطحه الكترونات ووقفت التفاعل برضو. ازاي وليه؟ لان الالكترونات اللي على السطح ليها مجال كهربي سالب، لما الالكترونات تيجي من السلك داخله قطب النحاس هيحصل تنافر بينهم، لان السطح سالب والالكترونات سالب، يحصل تنافر ويمنع دخول الالكترونات اللي جايه من السلك لقطب النحاس. وهنا يكمن دور الإلكتروليت اللي هيحل كل المشاكل دي ويخلي التفاعل مستمر والتيار يستمر. بتمنى ان اللي يشوف الفيديو يبقى شاف الفيديوهات اللي قبل كده، لان دي سلسلة مبنية معلوماتها على بعض، فلو اول مرة تشوفنا شوف الفيديوهات اللي فاتت هتفرق معاك جدا. نرجع لموضوعنا، نعرف الاول الإلكتروليت. الإلكتروليت هو محلول يمكن ان يكون ملحي او حمضي او قاعدي، يحتوي على ايونات حرة الحركة. يعني لو عندي مادة ملحية أو حامضية أو قاعدية ودوبتها في مية بقى عندي إلكتروليت. يعني أبسط حاجة كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام العادي جدا، الملح بتاعنا ده مادة ملحية دوبها في مية بقت إلكتروليت. كلمة إلكتروليت جاية من كلمتين أصلهم يوناني، إلكترو يعني كهرباء، وليت يعني حاجة بتتفكك أو بتتحلل، لما نحطهم مع بعض تبقى إلكتروليت، مادة بتتفكك لأيونات تقدر توصل الكهرباء. المحلول الإلكتروليتي متعادل، يعني عدد الأيونات الموجبة يساوي عدد الأيونات السالبة. لما بتدوب أي مادة حمضية أو قلوية أو ملحية بتتفكك لأيونات موجبة وسالبة متساويين في العدد، يعني المحلول كله بيكون متعادل. خلينا نشوف البطارية في حالة وجود إلكتروليت وإيه اللي بيحصل. لما جبنا الأقطاب بتاعة البطارية وحطيناهم في إلكتروليت ووصلنا السلك، قطب الزنك لما الذرة بتاعته تفقد إلكترون وتتحول لأيون موجب، الأيون مش هيتراكم على سطح المعدن، هينزل في المحلول الإلكتروليتي عند قطب الزنك. إيه اللي يحصل بقى؟ الإلكتروليت فيه أيونات موجبة وسالبة، صح؟ يقوم أيون سالب من المحلول يتحرك ناحية قطب الزنك اللي هو الأنود يعني، ويعادل الأيون الموجب عند الأنود، وبكده لغينا تأثير الأيون الموجب وشحنته وعادلناه. وفي نفس الوقت قطب النحاس راح له إلكترون بمجرد ما الزنك فقد إلكترون، يقوم أيون موجب من المحلول يروح لقطب النحاس، الأيون الموجب ياخد الإلكترون ويتحول لذرة متعادلة عند قطب النحاس،
وبكده من المحلول راح أيون سالب ناحية الأنود وأيون موجب ناحية الكاثود، وفضل المحلول الإلكتروليتي متعادل زي ما هو، لأنه لما فقد طلع منه أيون سالب وطلع منه في نفس الوقت أيون موجب، وفضل الإلكتروليت محتفظ بحالة التعادل. وبكده تم منع تراكم شحنات موجبة حول الأنود، لأن في شحنات من المحلول راحت لها وعدلتها ومنعت تراكم الشحنات. وعند الكاثود تم منع تراكم الشحنات السالبة، لأن أيونات موجبة من الإلكتروليت راحت وعدلتها واكتسبت الإلكترونات وحولتها لذرات ومنعت تراكم الشحنات. وكده بقت الدايرة في البطارية كاملة متكاملة والتفاعل مستمر، وكمان التيار. وينتهي التفاعل والتيار لما قطب الزنك اللي هو الأنود يعني يخلص كل ذراته وتتحول لأيونات تنزل المحلول، وده بياخد وقت كبير جدا لأن احنا بنتكلم على عدد كبير يمكن تريليونات أو أكتر من الذرات. وفي نهاية التفاعل هنلاقي قطب النحاس زاد جدا في الحجم لأنه كان بيتراكم عنده ذرات. احنا كده شرحنا الخلية الجلفانية البسيطة. خليني أقولك إن الخلية الجلفانية هي النموذج تعليمي نموذجي علشان يوضح طريقة عمل البطارية. يعني الخلية الجلفانية مش جهاز اخترعوه واستخدموه عمليا. أول بطارية تم اختراعها هي العمود الفولتائي، والخلية الجلفانية هي النموذج التعليمي اللي بيشرح مبدأ عمل العمود الفولتائي. العمود الفولتائي كان عبارة عن أقراص زنك وأقراص نحاس بينهم فوطة مبللة بمحلول حمضي. هنناقش الكلام ده في حلقة هنشوف فيها التاريخ على رواقة. المهم خلينا نكمل. الخلية الجلفانية البسيطة احنا أحيانا بنسميها بطارية فولتية أولية. المهم ان احنا لقينا في الخلية الجلفانية مشكلة، واللي هي كانت نفس مشكلة العمود الفولتائي اللي بعدها تم عمل خلية دانيال. جون فريدريك دانيال كان كيميائي انجليزي اخترع خلية دانيال كحل عملي لمشكلة عمود فولتا. ايه هي المشكلة الأول؟ أول ما اتعمل العمود الفولتائي كانوا بيستخدموا محاليل حمضية فقط، ما كانش عندهم فكرة قلوي أو ملحي أو كده. هم ما كانوش يعرفوا الآلية ولا لسه كان عندهم حاجة اسمها أيون أصلا زي ما احنا بنشرح ازاي وليه دلوقتي. امال هو كان معروف زمان ان الاحماض بتتفاعل مع المعادن، ازاي وليه ما كانش لسه عارفين، هي مجرد ملاحظات. فالعالم فولتا جرب يقرب المعادن من غير حاجة او وسط، لأنه لو حط النحاس فوق الزنك على طول يحصل تماس مباشر ويختفي فرق الجهد. العالم زمان كان تجريبي عملي، هو بيجرب يشوف يلاحظ. عمل المعادن لوحدها منفعش، جاب فوطة مبلولة منفعش، جرب محاليل كتير لحد ما لقى ان الأحماض بتشتغل معاه. وهو ما كانش بيعمل البطارية أصلا ولا كان في دماغه اختراع يغير مصير البشرية. هو كان بيثبت ان الكهرباء جاية من المعادن بس، علشان العالم لويجي جالفاني قال ان الكهرباء حيوية يعني جاية من أجسام الكائنات الحية، فهو كان بيثبت انها من المعادن. احنا دلوقتي بنفسر ونقول ليه، لكن زمان كل حاجة اتبنت قبل ما تتفسر، كانت بتقوم على التجريب والمحاولات وبعض الاستنتاجات والمحاولات للوصول لنتيجة معينة. المهم نرجع لموضوعنا. ايه المشكلة بتاعة العمود الفولتائي واستخدام الأحماض في الخلية الجلفانية؟ لما بنستخدم المحلول الإلكتروليتي حمضي، أيون الهيدروجين الموجب لما بيروح من المحلول للكاثود علشان يستقبل الإلكترون بيتحول لذرة. تمام كده؟ بتتكون ذرات الهيدروجين عند قطب النحاس اللي هو الكاثود. ذرة الهيدروجين لوحدها غير مستقرة تماما، لأن عندها إلكترون واحد وعايزة حالة أكثر استقرارا. أسهل حالة مستقرة ليها إنها ترتبط مع ذرة هيدروجين تانية وتكون جزيء. دلوقتي ذرات الهيدروجين اللي عند الكاثود بتتحد مع بعض وتكون جزيء. الجزيء ده غاز بطبيعته، مش بيدوب بسهولة في المحلول، فبيبدأ يتجمع على سطح القطب كفقاعات. مع الوقت الفقاعات دي تكبر وتلزق على السطح لحد ما تمنع تلامس الأيونات مع القطب. أيونات ايه؟ تلامس أيونات الهيدروجين التانية اللي جاية من المحلول اللي عايزة تاخد الإلكترونات وتعادلها عند الكاثود، ودي هي مشكلة الاستقطاب الهيدروجيني. وبكده التفاعل يبطأ وتقف البطارية بعد فترة، لأن هيحصل تراكم للإلكترونات ومفيش أيونات موجبة هتروح تعادلها، لأن الغاز مانع الأيونات الموجبة. بعدين قلنا نغير المحلول الحمضي نشوف حاجة مفيهاش هيدروجين. جبنا محلول ملحي
فعلا اتحلت المشكلة وما بقاش فيه تراكم لغاز الهيدروجين، بس واجهتنا مشكلة تانية، وهي لو المحلول ملحي زي كبريتات النحاس هيحصل شوية تيار، لكن أيونات الزنك والنحاس بتتلخبط في نفس المحلول، التفاعل بيبقى مش مستقر وبيقف بسرعة. الأيونات بتتلخبط على بعض، أيونات الزنك اللي بتطلع عند الأنود ممكن توصل للكاثود وتترسب هناك بشكل عشوائي، أو أيونات النحاس لو موجودة ممكن تروح للأنود ويحصل تفاعل مش مقصود. ممكن يحصل تفاعل مباشر بين أيونات المعدنين من غير ما الإلكترونات تمشي في السلك، وده يضيع علينا التيار. يعني تخيل نبقى عاملين كل ده علشان التيار وفي الآخر يتفاعلوا هما وينسوا التيار. لحد ما جه العبقري العالم جون دانيال فكر طب ما أفصل كل تفاعل في بيئته الطبيعية، الزنك في محلول كبريتات الزنك علشان ما يتراكمش عليه أيونات غريبة، والنحاس في محلول كبريتات النحاس، ويخلي فيه قنطرة ملحية اللي فيها الإلكتروليت تنقل بس أيونات للتعادل الكهربي. المهم المحلول الإلكتروليتي في القنطرة دوره بس يبعت أيونات سالبة للأنود وموجبة للكاثود زي دورها بالظبط في البطارية العادية، بس هنا القنطرة الملحية بتبعت أيونات بس موجبة أو سالبة علشان تعادل الشحنات اللي بتتراكم حوالين الأقطاب، بس ما بتدخلش هي نفسها في أي تفاعل كيميائي مع الأقطاب أو المحاليل. يعني دورها الوحيد تحافظ على كل نص خلية متعادل كهربيا علشان التعادل يفضل شغال والخلية تكمل توليد التيار. الفايدة منها مفيش خلط عشوائي بين أيونات الزنك والنحاس، كل قطب في بيئته المستقرة. استبدلنا المحلول الحمضي بمحلول ملحي منعا للاستقطاب، وبكده البطارية تقدر تشتغل لفترة أطول وتدي جهد ثابت. تمام كده؟ وخلية دانيال أول بطارية تستخدم بشكل عملي على نطاق واسع، وهنعرف ازاي وفي ايه في الحلقات الجاية ان شاء الله. رأيك يهمنا، قولنا ايه اللي عجبك وايه اللي ممكن يتحسن.